السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طالبات الصف الخامس، اليوم سنشرح الدرس الثاني طرق فصل المواد. من طرق فصل المواد عندي طرق خاصة للمخاليط وطرق للمركبات. المخاليط يتم فصلها بطرق فيزيائية سهلة، أما المركبات يتم فصلها بطرق كيميائية صعبة، لا يمكن استخدام الفيزيائية لفصل المركبات. هذا الجدول هنشمل فيه طرق فصل المخاليط اللي هي الطرق الفيزيائية. أول حاجة طريقة الغربال. هذه الطريقة تعتمد على خاصية اختلاف حجم الدقائق، يعني لما تكون المواد مختلفة في حجم الدقائق، إشي كبير إشي صغير إشي متوسط، ممكن نستخدم طريقة الغربال. مثال عليها القمح والتراب. الطريقة الثانية اليد، ممكن أيضا أستخدم طريقة اليد إذا كانت الدقائق مختلفة عن بعضها البعض، يعني نوعها مختلفة عن بعضها البعض، مثل إيش المكسرات والحصى عن العدس. طرق فصل المغناطيس. المغناطيس نستخدمه عندما يكون في عندي حديد، أي مادة مختلطة مع الحديد بستخدم المغناطيس. الخاصية المميزة لازم يكون المادة تتمتع بخاصية الجذب للمغناطيس، مثال عليها برادة الحديد والرمل. الطريقة الرابعة الترويق تتميز خاصية الترسيب، مثال عليها الجير والماء. الطريقة الخامسة الترشيح تعتمد على الخاصية النفاذية، ومثال عليها صناعة اللبنة. الآن مع الأنشطة هتتضح هذه الطرق جميعها. الخاصية السادسة التبخير. إيش الخاصية المميزة لها؟ التبخر، إنه المادة لازم تكون عندها خاصية تتبخر، مثال عليها الماء والملح وتجفيف الفواكه. أيضا عندي طريقة الفصل التقطير. الخاصية المميزة تبخر وتكاثف معا. هذه الطريقة بيحدث فيها عملية تبخر ثم تكاثف، مثال عليها تحلية مياه البحر وفصل مكونات البترول. عندي الطريقة الثامنة هي قمع الفصل، وهذه الطريقة تستخدم خاصية سوائل لا تذوب. لو عندي سائل لا يذوب هستخدم قمع الفصل، مثال عليها الزيت والماء. الآن نتعرف على هذه الطرق بالتفصيل. نبدأ في نشاط رقم 2 في الكتاب صفحة 40. أثناء إجراء طلبة الصف الخامس إحدى التجارب في مختبر العلوم اختلطت برادة الألمنيوم مع برادة الحديد. كيف أستطيع فصل هذا المخلوط الناتج عندي؟ طبعا لازم نقترح ونجرب طرق فصل مناسبة. أنا طبعا هقترح طريقة المغناطيس، لأنه عندي برادة حديد، والحديد يتمتع بخاصية جذب المغناطيس. أسمي الخاصية التي اعتمدت عليها طريقة فصل برادة الحديد عن برادة الألمنيوم الخاصية جذب المغناطيس، والطريقة اسمها الفصل بالمغناطيس. نشاط رقم 3 صفحة 40 أيضا هنشرح طريقة فصل الشوائب عن الماء بطريقة الترويق أو الترسيب. لو جبنا كأس زجاجي وضعت فيه كمية من التراب وأضفت إليها الماء وبدأت أحرك في الكأس، طبعا هينتج عندي مخلوط. ما نوع المخلوط الناتج؟ هو مخلوط غير متجانس، لأني لو نظرت لهذا المخلوط هجده أنه لا يظهر كمادة واحدة، وأيضا هلاحظ وجود مواد طافية وأخرى راسبة. إذن أنا عندي أول ما اطلعت عليه اكتشفت أنه في أكثر من مادة، إذن هو مخلوط غير متجانس. أترك المخلوط يهدأ ويروق. بعد فترة من الزمن أخلي هذه العوالق أو المواد الطافية تترسب وتروق وتنزل في أسفل الكأس. بعد ترسب المواد العالقة في قعر الكأس وتبقى كمية طافية من القش والشوائب، ويصبح الماء تقريبا صافي. أسكب الماء من الكأس بهدوء. ببدأ أسكب الماء من الكأس بهدوء حتى لا ينزل معه التراب. إيش بيبقى في الكأس؟ بيبقى التراب بيترسب في الأسفل. هذه الخاصية إيش بنسميها؟ الترسيب. وهذه الخاصية بتعتمد طريقة الفصل المستخدمة هي الترويق. لازم يكون عندي في حاجة بتترسب علشان أقدر أروقها. نكتب بلغتنا تعريفا لطريقة الفصل بالترويق. هي طريقة لفصل مادة صلبة عالقة، شرط إنها تكون غير ذائبة في مادة سائلة. لكن هذا النوع من الفصل يا بنات فصل غير تام ويعتمد على خاصية الترسيب.
طيب أعطيني أمثلة من بيئتنا: معالجة مياه الشرب والمياه العادمة، وترك كأس الأعشاب حتى يروق. إحنا طبعا لما بنعمل أعشاب بنلاحظ الأعشاب بتكون فوق في الكأس، بس بدنا شوي عليها لحد ما تروق وتنزل في أسفل الكأس. هل يمكن الحصول على ماء أكثر صفاء؟ الآن أنا الماء اللي حصلت عليه مش صافي 100%. نعم، أستطيع أن أحصل على ماء أكثر صفاء، وهذا في النشاط الثاني اللي هو الترشيح. أضع قطعة من القماش على فوهة كأس زجاجي وأصب خليط الماء. الحين الماء الناتج اللي بعد ما فصلت عنه التراب، هلاحظ أنه تنفصل كمية أخرى من التراب تبقى على قطعة القماش وينزل الماء في الكأس. لكن برضو هل الماء صافي تماما؟ لا، ليس تماما، لأنه فتحات القماش كبيرة نوعا ما وتسمح بمرور كمية من التراب. الآن هجرب أيضا ورق الترشيح. جرب إيش؟ ورق الترشيح. هذا الورق يتمتع بنفاذية ويكون شكله دائري. بروح أطوي هذا الورق بالمراحل الموضحة أمامكم، نصين وبعدين إلى 4 أرباع، بيصبح شكله زي القمع. وبأسكب مخلوط الماء الذي حصلت عليه سابقا إلى القمع بالتدريج. بأضع هذا القمع في أنبوب في الكأس وأبدأ أفصل. يتم فصل جميع التراب بواسطة ورق الترشيح وبينزل الماء صافي. وهذه الخاصية بسميها، تعتمد عليها، اللي هي النفاذية. أستنتج طريقة الفصل المستخدمة هي الفصل بالترشيح. ونعطي تعريف لفصل بالترشيح: هي فصل مادة صلبة عالقة في مادة سائلة، فصل تام. الترسيب كان فصل غير تام، أما هذا فصل تام باستخدام ورقة ترشيح مناسبة وقمع. طب إيش تعريف ورقة الترشيح؟ ورقة الترشيح هو ورق شبه نفاذ يستخدم لفصل المواد الصلبة الدقيقة الموجودة في سائل خلال عملية الترشيح. الآن في عندي مقارنة بين طريقتي الترويق والترشيح في الكتاب صفحة 43. هنحلها مع بعض. الوقت اللازم لعملية الفصل بالترويق أكثر من الوقت اللازم للفصل بالترشيح. طيب بالنسبة للسهولة، الترويق أسهل من الترشيح أصعب. طيب جودة الفصل بالترويق فصل غير تام، يعني أقل نقاء، أما الفصل بالترشيح فصل تام وأكثر نقاء. الخاصية التي تعتمد عليها الترويق يعتمد على خاصية الترسيب، أما الفصل بالترشيح يعتمد على خاصية النفاذية. نشاط رقم 4 في الكتاب صفحة 44، الكنز الملحي. في هذا النشاط، نشاط 4 الكنز الملحي، خرجت إحدى العائلات في رحلة إلى مدينة أريحة والبحر الميت، وبعد السباحة في مياه البحر الدافئة والنظيفة والاستراحة قليلا في الهواء النقي والشمس المشرقة، لاحظ أفراد العائلة ظهور طبقة بيضاء على أجسامهم. ماذا تتوقع أن تكون هذه الطبقة؟ هذه الطبقة تكون طبقة ملح من مياه البحر. طيب أناقش وزميلي في تفسير سبب ظهور هذه الطبقة. نجرب مع بعض هذا النشاط. أحضر عينة من ماء البحر، أو ما توفرتش العينة ممكن أعمل مخلوط من ماء وملح وأضعه في وعاء على النار وأنتظر حتى يسخن المخلوط ويتبخر جميع الماء. بعد الملاحظات هنلاحظ أنه يتبخر الماء وتبقى طبقة من الملح في أسفل الوعاء. ماذا أسمي هذه الخاصية التي اعتمدت عليها طريقة الفصل؟ هذه الخاصية التبخير. أستنتج أن طريقة الفصل المستخدمة هي الفصل بالتبخير. ونكتب تعريف طريقة الفصل بالتبخير: طريقة لفصل المادة المذابة عن مادة مذيبة باستخدام الحرارة، لأنه أنا استخدمت التسخين، يجب أن تكون المادة ذائبة في المادة المذيبة. طريقة لفصل المادة المذابة عن المادة المذيبة باستخدام الحرارة. نشاط 5 صفحة 45. عندي هذا الجهاز. هذا الجهاز أو الأداة تسمى إيش؟ جهاز التقطير الحديث بالشكل الموضح. نصف هذه الأداة وأقارن بين جهاز التقطير وجهاز أو أداة اللي استخدمها جابر بن حيان الموجودة في الكتاب صفحة 45. طيب أقارن من حيث الأهمية. عندي مصدر حرارة
في جهاز التقدير كان عند تقطير عندي مصدر حرارة، تبخر السائل استخدم مصدر حرارة، وأداة جابر بن حيان استخدم مصدر حرارة. عندي يوضع فيه المخلوط الملحي ويعرض للحرارة استخدم دورق التقطير، أما جابر بن حيان استخدم قرعة. طيب التوصيل بين دورق التقطير والمكثف استخدمنا أداة وصل مع ميزان حرارة، جابر بن حيان استخدم الوصل. تحويل البخار إلى سائل استخدمنا المكثف، أما جابر بن حيان استخدم انضيق. جمع الماء المقطر استخدمنا دورة التجميع، أما جابر بن حيان استخدم قابلة التقطير، موجودة في الرسمة في الكتاب صفحة 45. الآن سأقوم بتركيب هذا الجهاز واكتب أسماء الجهاز، الأجزاء الجهاز الرئيسية. أول حاجة عندي مصدر حرارة اللي هو لهب بنسن، ودورق تقطير مكثف، ودورق تجميع، وميزان حرارة، ومدخل للماء، ومخرج ماء. طيب هبدأ أركب في الجهاز وأقوم بإجراء التجربة، أراقب ما يحدث لمخلوط الملح والماء في دورق التقطير. طبعا بعد ما بيتبخر الماء بيوصل عبر الأنبوب، بيرجع يتكاثف مرة أخرى، يبرد البخار ويتكاثف إلى قطرات ماء. وسمي العملية التي تحدث داخل دورق التقطير هي عملية تبخير. وراقب ما يحدث لبخار الماء، بيبرد البخار ويتكاثف إلى قطرات ماء. ماذا أسمي العملية الموجودة داخل المكثف؟ هي عملية تكاثف. أقارن بين صفات السائل الموجود في الدورق التقطير والسائل المتجمع. السائل الموجود في الدورق هو مخلوط ملح وماء، أما السائل الموجود في الدورق هو ماء نقي ومقطر، لأنه تخلصنا من الملح من خلال البخار، طلع ماء صافي وكثفناه مرة أخرى. الخاصية التي اعتمدت عليها طريقة الفصل تبخر ثم تكاثف. أستنتج أن طريقة الفصل المستخدمة هي طريقة للفصل بالتقطير. أكتب بلغة تعريف لعملية الفصل بالتقطير: طريقة لفصل المذاب عن المذيب للحصول على مادتين، وتعتمد على عمليتي التبخر والتكاثف معا. عندي هذه الخارطة المفاهيمية بتوضح طرق وأدوات الفصل. عندي الغربال واليد والمغناطيس والترويق، الترشيح، التبخير، التقطير، وقمع الفصل. ونعطي مثال على كل منها كما وضحنا في بداية الفيديو.